سيستم فاعل في المنطقه، يكون هنالك عدد قليل جدا جدا من الخسائر التي يمكن ان تحدث. وهكذا ايضا المجتمع، الفرق بين المجتمع الجاهز والغير جاهز عندما تحدث الكارثه بالتاكيد التنميه هيحصل لها نزول، ولكن بالتفاعل اذا كان المجتمع غير جاهز سوف يكون التنميه متارجحه، اما بالنسبه للمجتمع الجاهز سوف يستعيد عافيته بسرعه. بالتالي نحن نود ان نعمل معا حتى يكون المجتمع بصوره ايجابيه فعلا. طيب ماذا يمكن ان نفعل؟ المعلومات كما ذكرت حسب المراجع، لانه في كل منطقه بالتاكيد على سبيل المثال بالنسبه للاماكن التي تتعرض الى كوارث متتاليه كاماكن الفيضانات، اماكن الانهيارات الصخريه، اماكن الزلازل، دي كلها اماكن معروف انها دي اماكن بؤر للعديد من الكوارث التي هي اما طبيعيه او من صنع الانسان او طبيعيه تفاقمت بسلوكيات الانسان. يبقى احنا بالنسبه لنا عندما يكون هنالك ذاكره مرجعيه نستطيع من خلالها انه ندرس طبيعه هذه الاماكن وحتى نغير اما من سلوكيات او نغير حتى من الوضع التركيبه الوضع الجغرافي او التركيبه السكانيه او تحويل اماكن المباني او تحويل كل المكان التي يمكن ان تؤدي الى زياده الهشاشه التي اما انها تؤدي الى الكارثه او تؤدي الى تفاهم حاله الكارثه. عندما يكون كل هذه الاشياء مدروسه بصوره علميه تكون الشباب قد ادوا الى صوره يعني ادوا دورهم الايجابي الفاعل. بعد ذلك هؤلاء الشباب او مفاتيح المجتمع من الاشياء الايجابيه التي يمكن ان يساهموا فيها انه يحشدوا المزيد من المتطوعين من المحليين الناجين، لانه ده بالنسبه لنا قلنا انه بيخلي الانسان يعني يستطيع انه يصل الى بر الامان بصوره افعل، بالاضافه الى انه يقدروا يوصلوا للمحتاجين بصوره افضل واسرع، بالاضافه لانه احنا بالنسبه لنا انه يكون في اشراك للمجتمع نفسه المتاثر باختيار السلوكيات الطيبه المعززه للصحه بتاعته. لانه احنا بالنسبه لنا لما تحدث الكارثه في منطقه معينه على سبيل المثال، اذا اخذنا الكارثه بتاعت الانهيار الصخري مثلا الحدث في الدويقه، كل الناس عارفه من ناحيه مثلا الناحيه العلميه الاسباب اللي مثلا ادت الى مثل هذا الانهيار، ولكن اذا بالنسبه لنا اذا كان يعني لا نستطيع انه نحول الناس او نغير التركيبه السكانيه بتاعت المنطقه نوديهم لمنطقه ثانيه في حاله زي ده، حتى انه نستطيع حتى نتفاعل، هنالك بعض الاشياء التي تسمى بالبريكوشنز يمكن ان يتم اتخاذها عبر الاشخاص الموجودين في نفس المنطقه، هي تقلل اول حاجه تحذر من اي مخاطر قد تحدث في نفس اللحظه، تجعلهم انه يمخوا الى بر الامان بصوره اسرع وافضل، حتى انه تخليهم انه يستطيعوا انه يتفادوا مثل حدوث مثل هذه الكارثه في التجمعات الجديده، في المباني الجديده، في التخطيط الجديد. وبصوره ودراسه علميه احنا بنلقى انه يعني من اكثر الدول في العالم، يعني رغم انه الان قد اضطروا انه في بعض يعني من اكثر الدول في العالم اللي عندها statistics حقيقيه وفاعله ويمكن ان يستفاد منها، عندكم في مصر هنا يعني مركز دعم اتخاذ القرار تابع لمجلس الوزراء لديه يعني معلومات دقيقه وسليمه وصحيحه. بالنسبه لكم اذا كانت وصلت هذه المعلومات الى الى الشباب الذين يمكن ان يساهموا بالتوعيه بصوره حقيقيه فاعله، نستطيع ان ننفذ الى بر الامان بكل سهوله وبكل وضوح. وهنالك ارقام واشياء كلها موجوده، ولكن هنالك يعني لكل مقام مقال فيها، ولكن انتم الان يعني اذا استطاع الشباب ان يفعلوا ما هو موجود لن يكون هنالك دوله في العالم يعني افضل مما تستطيعون تحققونه انتم هنا في مصر. يعني على سبيل المثال الان نسمع ان هنالك العديد من الحرائق في اماكن مختلفه، ولكن انتم لديكم على سبيل المثال ما يسمى الكود 1999. هذا الكود لا يوجد مثاله في
في معظم الدول المتقدمه في العالم، حتى في امريكا نفسه اذا الناس راجعت الكود 1999 وفعل هذا الكود سوف تتلافى اكثر اظن 90% من الحرائق التي تحدث. هذا مثال. الاشياء البيئيه اذا الناس طبقت القانون 4 لسنه 2004 بحذافيره دي كلها اشياء تحتاج الى المزيد من التوعيه، وتحتاج الى المزيد من الشباب الذين هم نفسهم اذا ساهموا في توصيل المعلومه وساهموا في السلوكيات الصحيحه السليمه التي تدرأ هذه الكوارث وشر هذه الكوارث، نستطيع ان نخرج الى بر الامان بصوره ايجابيه فاعله، وحتى نستطيع ان نصل الى التغيير والتطوير الذي يمكن ان يؤدي الى ان يكون مجتمعنا مجتمع ايجابي فاعل، مجتمع يستطيع ان يكون قادم. واوصيكم بان يكون هنالك المزيد من عمليات المحاكاه، يعني لانه اي مجتمع اذا كان هنالك مثلا كوارث معينه متكرره في منطقه معينه، حتى يكون هنالك المزيد من الجاهزيه ان يكون هنالك محاكاه لكوارث شبيهه، وهذه المحاكاه تغوي مناعه المجتمع، حتى وانه اذا حدثت مثل هذه الملمه يعرف كل انسان كيف يتصرف، تعرف الجهات المعنيه كيف تنسق فيما بينها حتى تستطيع اهم حاجه التنسيق عندما تحدث الكارثه. واذا لم يكن هنالك تنسيق بين الذين يقدمون الخدمه او الرعايه او المساعده، قد يكون هنالك اضطراب فيما بين الجهات التي تقدم، وقد يؤدي ذلك الى ما يسمى بالكارثه الثانويه. انا حتى لا اخذ يعني اكثر من الفرصه المتاحه لي، اتوقف هنا واترك المجال يعني لاساتذه الاجلاء، وفي المداخلات القادمه التي فيها اجابه لبعض الاسئله يمكن ان نبين بصوره افضل. شكرا دكتور. احب اوضح بس بعد كلام الدكتور عاطف ان الفريق زي ما الدكتور عاطف قال ان المجتمع لازم يتفاعل بشكل ايجابي مع الكارثه ومع الناس المتطوعين اللي موجودين. عشان يحصل في النهايه مساهمه لانقاذ الارواح وتخفيف المعاناه بعد حدوث الكارثه. الدكتور عاطف ركز على فكره حشد المتطوعين للعمل وقت الكارثه وبعد الكارثه. احنا في اخر حادثه كانت موجوده، حادثه قطار العياط، كان في بعض زملائنا قاموا بفتره ما بعد الكارثه اللي هي فتره او مرحله الدعم النفسي للمصابين او لاولياء او لاسر المصابين، وده كان موجود في الهلال الاحمر في ذهنهم، وده الناس موجوده معانا النهارده من ضمن اعضاء الفريق. اشراك المجتمع، احنا في كل ندوه موجودين فيها، احنا رحنا حلوان، رحنا مراكز، رحنا بعض المحافظات، ورحنا مراكز الشباب، ورحنا الانديه، ورحنا الجامعه. كل الاماكن دي احنا بنحاول نعمل فيها نوع من التوعيه، وبنحاول نعمل فيها تكوين فرق او تكوين مجموعات عندها الرغبه في التطوع وعندها الرغبه ان هي تتبنى الفكره، وبنتواصل معاها على الفيسبوك. احنا لينا جروب على الفيسبوك بنفس الاسم وليه عضويه تقريبا حوالي 790 شخص عضو في هذا الجروب، وبنتفاعل معاه من خلال المعلومات ومن خلال الداتا اللي عندنا ومن خلال الاشخاص وما الى ذلك. من ضمن الحاجات المهمه جدا اللي احنا بنركز عليها زي ما قال الدكتور عاطف بناء القدرات. احنا حريصين جدا على بناء قدرات اعضاء الفريق. اعضاء الفريق متنوعين زي ما قلت لحضراتكم، ما عندهمش الخبرات المختلفه في وقت الازمه وقبل الازمه وبعد الازمه. احنا حاليا بنعد برامج من ضمنها برامج الاسعافات الاوليه، ان كل عضو يستطيع ان هو يعمل اسعافات اوليه لو حصل اي كارثه لاي حد او حصل اي حادثه على الطريق مثلا، حد يقدر يعمل على الاقل قيام ده.